ايام الخليفه العباسي هارون الرشيد كان هناك واحد يقولوا عليه مجنون اسمه بهلول. في يوم من الايام عدى عليه هارون الرشيد لقيه قاعد على المقابر، فقال له يا بهلول متى تعقل؟ اي متى هتبطل اللي تدير في هذا؟ فجرى بهلول على زرع وجلس عليها وقال يا هارون متى تعقل؟ يا هارون متى تعقل؟ فجاء هارون وقال له ما فينا اللي يعقل، انا ولا انت؟ فنظر بهلول الى القصر، قصر هارون الرشيد، وقال له انا اللي عاقل، لاني عرفت ان هذا زائل وهذا باقي، اما انت عرفت فعمرت هذا قبل هذا، يعني عمرت القبر قبل القصر، اما انت فعمرت هذا قبل هذا. فبكى هارون الرشيد وقال له فعلا انت صدقت. وسأله قال له عاوز حاجه قبل ما نمشي؟ فبهلول قال له ريد ثلاث، واحد تزود عمري. هارون الرشيد قال له ما اقدرش. قال له طيب ابعد عني ملك الموت. قال له اسف انا اقدرش. قال له طيب ادخلني الجنه وابعدني عن النار. قال له ما اقدرش. فرد عليه بهلول الرد القاطع وقال له يكفى، انت مملوك ولست بمالك.